لماذا نحن هنا؟ يعقوب عليه السلام قيل انه لما ابيضت عينه من الحزن فهو كظيم، وبعدين ابتدوا يلوموه. جاء في بعض الاسرائيليات حاجه عجيبه جدا، ان يعقوب عليه السلام رد بكلمه في غايه العجب. هو قاعد بيعيط وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، يلوموه ايه تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. جاء في بعض الاسرائيليات انه قال ليت شعري مؤمن هو ام كافر. يعني يعقوب عمال يعيط وبيبكي، واللي شغله او اكبر شيء شغله ليت شعري مؤمن هو ام كافر. هو حال دينه ايه؟ مش دنيته، حال دينه ايه؟ تعالى كده، ابنك كبر وسافر دوله في الخليج في اوروبا في اي حاجه، وبيتصل بيك اول مكالمه، بعد يومين ثلاثه كده بيتصل بيك اول مكالمه، تسمع صوته بقى اول حاجه تساله عنها ايه؟ انا بكلم الايه؟ بكلم الناس اللي واخدين درجه نهائيه في امتحان العقيده في المعهد وفي الازهر وفي الاكاديميه. اول حاجه هتطمن عليها ايه في حياه ابنك؟ دنيته. بلاش نضحك على بعض. ده لو اصلا افتكرت في المكالمه انك تساله عن دينه اصلا، ده لو افتكرت اول اسئله المكان نظيف كويس، طب اللي قاعد معاك في الشقه مريح، طب السوبر ماركت، طب الاكل، طب الشرب، طب الحياه، طب مش عارف المواصلات، طب يا ابني لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد. هي دي الحاجه الايه؟ التوحيد في المكالمه كلها، لا اله الا الله. طب يا ابني صلاتك عامله ازاي يا ابني؟ طب يا ابني الجو العام اللي عندك مشجع على الدين يا ابني؟ هتفقد دينك؟ مفيش. لما تفوق للكلام ده بقى، تفوق للكلام ده بعد مكالمتين ثلاثه، ده لو فقت له يمين يا متدين. انا ما بكلمش اللي مش متدين، انا بكلم المتدين. ابنك داخل من بره بعد الامتحان خلاص، وهو نازل الصبح 8 الصبح وداخل عليك 4 ونص 5، يعني حصل ان في صلاه ظهر وعصر وداخل عليك. اول سؤال هتساله له ايه؟ ها يا متدين، هي الامتحان عملت ايه في الامتحان؟ جه سهل ولا صعب؟ مش هتساله صليت الظهر في وقته؟ دعك الان بقى من جماعه وصف اول والحاجات الجميله دي. لا، انت ابنك ممكن يكون فاته الظهر ما صلهوش في وقته اصلا. يا ابني صليت الظهر في وقته؟ انت هنا ليه؟ انت بقى انت مش ابنك، انت هنا ليه؟ لماذا نحن هنا؟ فانت هنا بتعمل ايه؟ ربي هب لي من الصالحين.